اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده مع بدايه اسبوع جديد والجورنالجي. زي ما قرينا مع حضراتكم النهارده، اعتقد كل هذه العناوين في حاجه الى من يلقي عليها الاضواء، ويسعدني ان يكون معي اليوم الصديق والزميل الصحفي الاستاذ محمد منير من القاهره. استاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ احمد؟ يعني قبل ما ادخل على الاخبار وعناوين الصحافه، يهمني ان انا اتوقف عند خبر مهم جدا النهارده، واهنيك بعيد ميلادك. كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه يا حبيبي، ربنا يبارك. ربنا يبارك فيك. بس يعني سوداويه يا استاذ محمد، او كتبت اليوم يعني حاجه احزنتنا في مثل هذا اليوم 29 يوليو. صرخت امي ثم يعني انجبتني الحياه لاصرخ 62 عاما. الى اي مدى يعني كان هذا الحقيقه البوست، يعني بقدر ما احنا بنبارك ونهني بعيد ميلاد حضرتك، لان برضه يعني حسينا كده 62 سنه صراخ في مصر كتير قوي يا استاذ محمد. هذا ليس بوست حزين ولا حاجه، هو بوست بيكشف عن واقع. ومش مطلوب ان احنا، انت عارفنا يعني، مش مطلوب ان احنا نكذب واحنا بنكتب. اذا مدينا ايدينا وكتبنا علينا ان نتحدث عن الواقع كما هو. هو 62 سنه صراخ، ده مجموع عمري. اعتقد ان سبقهم عشرات السنوات صراخ ايضا. يعني فمصر في ازمه مستدامه منذ عشرات السنين، وربنا يعفو عنها. هو يعني قدرك يا استاذ محمد وقدر كل هذه الاجيال انها تيجي في وسط يعني في ظل نظام عسكري يعني يحكم مصر في هذه الفتره تحديدا، فربنا معانا ومع حضراتكم يعني. ربنا على مصر. طيب انا عايز اروح يعني النهارده، وخليني اكون متفائل واقدم لك اخبار كويسه زي ما اتحفنا بيها النهارده جرايدنا المصريه. هبدا مع المفاجاه الاولى يا استاذ محمد، والاخبار تزف الينا بشرى مدن جديده، وليست مدينه واحده، مدن. هديه الرئيس لمحافظات مصر. حقيقه يعني كنا نفسنا ان احنا نقف عند اسماء هذه المدن، وليه ما تنقلش؟ هل برضو الصحافه المصريه خايفه من اهل الشر؟ وهل اصبح منهج الان ان احنا ما نقولش على المدن دي اللي المفروض ان احنا ده مدن يعني على وجه الارض، يعني مدينه مش حاره ولا زقاق ولا حاجه يعني. الى اي مدى تسير الصحافه في ركب ايضا منهج السيسي في اخفاء اي حاجه عن اهل الشر، ان كان في حاجه اصلا يعني؟ لا اخفاء ايه؟ لا هو مش اخفاء، هو ما عندوش. وبعدين اصله تعبير هديه. يعني انا هديه دي، انا اعرف ان هديه دي يعني منحه. طب يا ترى المدن دي هناخدها ببلاش؟ طب بلاش ببلاش، هناخدها في حدود مثلا 30% من دخلنا، بلاش 30%. طب هناخدها في حدود 60، بلاش 60. طب هناخدها في حدود دخلنا كله؟ ما اعتقدش. ده اذا كانت موجوده يعني، اتحدى يعني. طيب اللي موجود في الحقيقه، طب انا عايز بس اخرج من المدن دي علشان طبعا دي حاجه مش عارفينها ومش شايفينها، حاجه كده برضه زي الشبح. خليني اقول في الموجود يا استاذ محمد. عاصرنا على مدار 16 يوم يعني 14 يوم في رباط من المرابطين والمرابطات في فلسطين، في القدس المحتله، في المسجد الاقصى. شفنا بعينينا ازاي الناس دي كانوا ابطال المرحله، ثم لما يعني انتصروا وارغموا ويعني مرغوا انف المحتل الصهيوني، واستطاعوا فعلا ان هم يصلوا الى مرادهم في فتح المسجد وشيل الكاميرات. هنا الاخبار بتزف الينا ايضا البشرى. مصر تعيد المصلين الى الاقصى. الى اي مدى يطابق هذا العنوان واقع الان؟ شوف حضرتك يا استاذ احمد، انا العنوان ده استوقفني جدا، لانه في قدر من البجاحه والتبجح الغير مسبوقين. صحيح. غير المسبوقين. يعني اولا لا مصر ولا الاردن ولا الانظمه العربيه، مش هقول الشعوب. صحيح. عندما عشان بس يعني اذا كان المتلقي بيسمعني لما اقول مصر ولا الاردن ولا لا اقصد الشعوب اطلاقا. نقصد الانظمه. اقصد الانظمه. نعم. لن يستطيعوا ان يتحركوا خطوه في اي موضوع يخص اسرائيل الا برضاء وموافقه وتخطيط اسرائيل نفسها. صحيح. لا خبر ولا كلمة ولا حاجة هتتكتب. مصر ترجع مين؟ مصر ترجع يعني ايه للأقصى؟ طيب ما هو أولى بمصر إنها كانت تحمي حدودها وتحمي سيناء من المخططات والإرهاب الإسرائيلي اللي هي تعلم تماما إن إسرائيل هي مسؤول الرئيسي عنها. كانت مصر عندها هذه القوة. صحيح. وما كانت مصر عندها هذه القوة
نعم. انها تطلع بيان ادانه قوي وتطالب بعقوبات على اسرائيل في موقفها من الاقصى. صحيح. مصر رجعتهم يروحوا يصلوا ركعتين، طب رجعت ارواح الشهداء اللي ماتوا هناك؟ طب ادانه، طب موقف في المحافل الدوليه. يا راجل هذا كلام زائف وكاذب، وكمان مش عارفين يكذبوا ولا عارفين يمثلوا البطوله بشكل كويس. صحيح. ربما يكون معانا الخبر الجاي في المصري اليوم هو اصدق تعبيرا عن واقع الان الشعوب بعيدا عن اكاذيب الانظمه. المصري اليوم بتتكلم عن بهية مواطنه مصريه قصت شعرها وباعت كليتها لتنفق على زوجها واسرتها. استاذ محمد، لما نقرا هذا الخبر الان في ظل المدن الجديده والتطور والتنميه واللحاق بركب الحضاره المصريه اللي ورد فيه الاهرام والاخبار، كيف نقرا الخبرين يعني ونحطهم جنب بعض؟ دي بهية دي العينه اللي وقعت عليها المصري اليوم، وهي كمان جريده متحفظه. ولكن الواقع المصري كنت اتمنى ان اكون ضمن فريق ميداني عمل لكي انقل الواقع المصري واطلعه من حاله الخفاء الى العلن، لان اي حاجه ظاهره عاوز تعالجها لازم تعلنها يعني. صحيح. لان الواقع المصري يعني اسوأ بكتير جدا حتى من النموذج الصادم اللي جابته المصري اليوم. هناك اكتر من كده بيحصل. يعني هناك اكتر من بهية الان في مصر، ولا مصر كلها تحولت الى بهية؟ لا، هناك اكتر طبعا، لان ما زال يعني خد بالك ان يعني إن المسائل مستويات، يعني هناك اكتر كتير بس نسبه غالبه ونسبه كبيره جدا، وللاسف الامور كمان مش في ثبات. صحيح. ولكن في تدهور بشكل دايم. طيب استاذ محمد، انتقل ايضا في المصري اليوم الى خبر ربما شاهدنا بالامس، والخبر مكتوب ايضا في الصفحه الاولى: مسيره في الوراق للافراج عن المحبوسين وعدم التفريط في الجزيره. استاذ محمد، هل هذه الحركه من اهالي جزيره الوراق بتقول او بتنبئ او يعني بتقول ان هناك معنى جديد، ان في جزء من المصريين قام يدافع عن ارضه وعن عرضه؟ هل بدا الناس يستشعروا الخطر ضد نظام بالامس كانوا بيستأمنوه على ارواحهم وقالوا ده هو ده النظام اللي جاءنا بالسمن والعسل والزبد والرخاء؟ يعني كيف قرأت ايضا مشهد ما حدث بالامس في الوراق وفي اطار هذا الخبر؟ والله هو الحقيقه يا استاذ احمد، اهالي الوراق من بدايه حركتهم وانا ملاحظ فيهم حاله وعي قويه جدا بقضيتهم. يعني حتى مش مجرد حركه جماهيريه قايمه عشان هدف لحظي فقط، لا، هم فاهمين كويس جدا انهم مش بيدافعوا عمياني عن ارضهم، هم فاهمين ان دي ارض جايه تتاخد لحساب مستثمر وضمن مخطط للانقضاض على مصر كله. ولو تابعت الحوارات اللي اتعملت مع اهالي الوراق وكم من فضائيه عملوا الحوارات ديت، تكتشف ان انت قصاد مجموعه شعبيه واعيه وعي كبير بالفطره. صحيح. مصالحها. طيب هذا الوعي، ان انا اعتقد ان اهالي الوراق مستمرين في حراكهم لانهم عندهم احساس قوي ووعي قوي. نعم. انه الحكومه لم تتراجع تراجعا كليا. صحيح. لانهم فاهمين ان الموضوع مش موضوع الجزيره ولكن موضوع مصر كلها. هم مستمرين في حراكهم وفي موقفهم المقاوم. طيب اخيرا استاذ محمد، في الوطن قرانا اليوم في عنوان ايضا رئيسي في صفحتها الاولى عن في الدقهلية غياب شبه كامل للاطباء بالمستشفيات والمرضى ينتظرون الرعايه دون امل. حين نقرا ايضا هذا الخبر في الوطن، لسه المصري اليوم بيتكلم عن بهية اللي باعت كليتها وقص شعرها، والنهارده الوطن بتقول في الدقهلية حتى تعميما في المحافظه كلها لا يوجد رعايه صحيه ولا اطباء ولا يوجد امل. كيف نقرا هذا في اطار الامال اللي طرحتها الاخبار والمدن الجديده وتطور جديد؟ لا، والدقهلية ليه؟ طبعا الدقهلية ده ريف، ممكن نقول الريف مهمل. تعالى في العاصمة المصرية وروح مستشفى بناء العام ولا مستشفى الأسرة الحين ولا مستشفى المنيرة وحاول تخش كده في حالة ان انت او في مصاب بجرح او مرض او حاجة، يعني بدءا من ان هم بيطالبوا منه بالمستلزمات يشتريها، نهاية بان هم ممكن يخلوه بره باعتبار انه ما دفعش تأمين. حتى الإسعاف اللي بينقل حالة المرضى في مصر بيطلب رسم بشكل رسمي 50 جنيه من المصاب. يعني واحد يبقى قاعد مغمى عليه مخبوط بعربيه ويقول له طلع 50 جنيه يا اما مش هشيلك، وفي حاله عدم وجود ال 50 جنيه يسيبوا ماشي. ساعات ربنا يلطف يا استاذ محمد. ده كمان هناك اولويات ورشاوى عشان تاخد دورك، لان
يعني فطبعا لا ده الوضع طبعا في متداول. ربنا يلطف، ربنا يلطف يا رب. اشكرك.